يا صباح الفل ويا مساء الجمال على عيونكم يا حبايب قلبي. طبعا ده فطار يوم الجمعة. طبعا عملت البتنجان والطعمية طبعا جاهزة، والفول عملت الفول طبعا ما شاء الله، والزيت زيت اللي على الوش ده زيت حار يا ولاد، بالطحينة بقى والطماطم والفلفل الأخضر. عايزة أقول لكم شوية فول، طبعا الفول ده أنا عاملاه في البيت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وشوية الجرجير بقى والعيش البلدي جاي لسه من الفرن. قلت لازم نشوف الفطار بتاعنا على السريع كده طبعا. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يومكم جميل إن شاء الله، وجمعة مباركة عليكم وعلى حبايبكم يا رب العالمين. عاملين إيه يا رب تكونوا بخير. نصلي على الرسول بقى ونبدأ الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي مع بعض كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. عايزة أقول لكم شوية الفول دول بقى زي الزبدة. أما بقى الحاج صاحب البيت كان بيقول لي أنت ما تعرفيش تعملي المحشي بتاع أمي. عايزه اقول لكم المحشي بتاع زمان يا اولاد بتاع امي وامهاتكم طبعا ما كانوش بيتعمل بشوربه، ما كانش بيتحط له ماجي، ما كانش بيتحط له اي حاجه ازيد من شويه التوابل اللي موجودين في البيت والطماطم ني في ني كله كده مع بعضه. فانا تحديت بقى قلت له لازم اوريك زي بتاع محشي زي بتاع الحاجه الله يرحمها ولا لا. طبعا الخضرة انا مفرزاها، وعند الطماطم عملتها في الخلاط، والتوابل طبعا المعتادة اللي انا بعملها معاكم على طول، والبصل عملناها في المبشرة. وما شاء الله ولا قوة الا بالله، هتشوفوا الجمال بقى جمال المحشي. بس بصراحة عملته بفراخ، مش هقول لكم عملته من غير شوربة ماجي ومن غير ده، لا انا عملته بماجي وعملته بالفراخ. انا بقول لكم طبعا المحشي بتاع زمان ما كانش بيتحط له اي حاجه من اللي احنا بنحطها النهارده دي. طبعا توابل محشي، توابل السبع بهارات، اللهم صل على رسول الله، فلفل اسود، فلفل ابيض، ده كله انا حطاه النهارده. بابريكا حطاه في المحشي بتاعنا، والطماطم طبعا عملتها في الخلاط زي ما احنا شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم شويه محشي كانوا زي العسل. طبعا ام انس عملت لنا الطماطم وسابت لنا الطماطميتين دول زي ما هم كده في الصوص بتاع الطماطم، فانا مش هنرميها طبعا، حطيتها في الحله طبعا. انا بفرش الحله بصل وفلفل وبحط لها شويه توابل من تحت كده في قعر الحله. عندك السمنه بلدي بقى عندك الموجود، حط برضو حته في الحله من تحت، هتبقى تخلي لك المحشي في حته تانية خالص. طبعا عملنا التوابل وحطيت شويه زيت بقى على المحشي نفس الطريقه بالظبط، بس الزياده التوابل والماجي اللي انا حطيتها. انا طبعا بحط ماجي مش بحط ملح خالص. وعملت بقى الكرنب، انا مفرزه الكرنب عندي يا اولاد وما شاء الله. والبتنجان طبعا اللي متابعني ومتابع فيديوهاتي انا بعمل البتنجان وبفرزه هو كمان، والخضره بفرزها. اما اللي مش بتتفرز بقى بصراحه هي الكوسه. في ناس بتفرزها، لا طبعا هي ميه خالص بتطلع مش متبقاش حلوه زي ما انت عايزه. ماشي يا حبايب قلبي، نصلي على الرسول وندعي لاخواتنا في غزة يا رب ينصرهم، وندعي لأمواتنا وأموات المسلمين اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وابعد عنا وعنكم كل سوء يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب. اللي بيحب بقى المحشي ناي في ناي يا ولاد يعملوا بنفس الطريقة. البصلة طبعا انت بتعملها في الكبة، بتعملها بالمبشرة زي ما تحب. اما طبعا عايزة اشكر اخواتي وحبايبي اللي دخلوا سمعوا الفيديو. استسمحكم، مش انا بقول تسلم ايديكم، معلش عايزين نصلي على الرسول كتير في اي فيديو سواء عندي او عندك. وفككم من تسلم ايدك دي، لان مفيش حد بيشاهد الفيديو، لان انا اتكلمت في موضوع في الفيديو اللي فات محدش سمعه خالص غير واحدة بس، ربنا يا رب يجازاها خير. شفتوا المحشي بقى وجماله؟ شوفوا المحشي وجماله ده بقى بتاع زمان اللي هو نايف ناي يا ولاد. عايزه اقول لكم الريحه كانت تحفه وطعمه كان احلى، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. طبعا لازم اللحظه دي بقى، عايزه اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله ريحته كانت تحفه. فحابه اشكركم تاني على انكم بتسمعوا الفيديو، على انكم بتحطوا اللايك. انا بسمع الفيديو بتاعكم وبحط اللايك. فانا مش هتكلم كتير بصراحه، لان انا نفسيتي تعبت والله من ناحيه القناه، مش عارفة ليه. فالحمد لله والشكر لله. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم يا حبايب قلبي، وتسمعوا الفيديو وما تنسوش اللايك، لان اللايك هو اللي بيعلي الفيديو.
وربنا يوفق الجميع يا رب في رعاية الله.